بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موصولا كما وجب، فهو الذي برداء العزة احتجب، الباطن الظاهر الحق عجزت، الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما أمعنت طلبا، عن الوصف من لا شيء يدركه، وجل عن سبب من أوجد السبب. والشكر لله في مبدأ ومختتم، والله أكرم من أعطى ومن وهب. ثم الصلاة على النور المبين ومن آياته لم تدع إفكا ولا كذبا، محمد خير من ترجى شفاعته غدا، وكل امرئ يجزى بما كسب. ضيوفنا الأفاضل، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة وطيب المقام، تحيتهم فيها يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، خير بداية لكل بداية آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الشيخ عمر بن زيد العطري البنوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ضيوفنا الكرام، أيها الحضور الأعزاء، أما الآن مع كلمة شيخ القبيلة، شيخ قبيلة البنوان، الشيخ فهد بن محمد بن معيوض البنوي السلمي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ضيوفنا الكرام، مشايخ وأعيان ووجهاء وأفراد، وكل من شرفنا بحضوره في حفلنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. يسعدني ويشرفني في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة من ليالي شهر عيد الفطر المبارك السعيد، أن أتقدم لكم بالتهنئة الصادقة، والتي أسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن ننعم بصحة في الأبدان وأمن في الأوطان وتكاتف وتلاحم
بين جميع المسلمين وبين جميع أفراد قبيلة البنوان. كما يسعدني أن أكرر الترحيب بكم بمناسبة إقامة ملتقى معاهدة قبيلة البنوان لهذا العام 1446 هجرية. أيها الحضور، إن من أهداف فكرة هذا الملتقى أن يكون الحفاظ على تلاحمنا وتواصلنا وتبادل التهاني والتبريكات في جميع المناسبات السعيدة. نسأل الله أن يديم علينا هذه المحبة والألفة، وأن يجعل اجتماعنا هذا طيبا ومبارك وبادرة خير لمستقبلنا ورفعة لشان قبيلتنا، وتحفيز وتشجيع لمشايخ وأعيان القبيلة لبحث ودراسة شؤون القبيلة الهامة وأخذها بعين الاعتبار لتوحيد كلمتنا في كل ما يخدم مصلحة القبيلة ويزيد من أواصر المحبة بيننا. ويجب علينا أن نكون قدوة لأجيالنا في الاستمرار بهذه العادة الطيبة، ليبقى التلاحم والتواصل سمة راسخة في قبيلتنا. ونتمنى من الله ثم من قبيلتنا البنوان أن يستمر هذا الترابط في جيلنا الحاضر وفي أجيالنا القادمة جيلا بعد جيل إلى أن يشاء الله. وبهذه المناسبة أرفع أسامي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سائل المولى عز وجل أن يديم عليهم نعمة الأمن والآمان، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه. وختاما أيها الأخوة الكرام، نشكر لكل من ساهم في فكرة إقامة هذا الملتقى، ونتقدم بالشكر الجزيل لكل من دعم هذا الملتقى سواء بالمال أو الجهد أو الفكر. وشكرا لكم جميعا على حضوركم وتشريفكم هذا الملتقى الذي زادنا بهجة وسرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير جميعا، وعساكم من عوادة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أما الآن كلمة ترحيبية من الشيخ عبد العزيز بن محمد البنوي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الأكارم، مشايخ وأعيان، وجهاء وأفراد، الحضور الأفاضل، كل من حضر وشرف من القبيلة ومن خارج القبيلة، ضيوفنا الأفاضل من خارج قبيلة سليم، مرحبا مليون بالكل والجميع، وباسم كل بنوي، وباسم الشيخ فهد بن محمد البنوي شيخ قبيلة البنوان من قبائل بني سليم، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذه الليلة الفضيلة المباركة. ولسان حالي يقول: يا مرحبا رحب الحيا وبارق الناض، ويشوق لامع بارقه من وميضه، سرى يتلاعج بس ما عجل مراض، بعرض المزون اللي تماوج نفيضه، يصبح ويمسي بالحيا ديم نفاض، يصبح ويمسي بالحيا ديم نفاض، ويقبل نسيمه بارد في مقيضه، يعم الديار الممحلة طوال وعراض، ويملى الخباري والسهل من مفيضه. واهل الدبش تباشروا بطيب مقياض، ويحيي عروق النبت في كل فيضة، ويا مرحبا ردة وفا كل مناض، باسم الكرام أهل التحايا العريضة، واجب
وحق ووصل، ومن هالفكر هذا تهجوسي فيه من جود هيضة، وينسى الرجال اللي عوض كل معتاض وعزوة، وفي كل المكارم حضيضة. ومرحبا مليار. وكل عام وأنتم بخير. سلمتم. كل عام وأنتم بخير. ومن العايدين والفائزين ضيوفنا الأفاضل، الحضور الأعزاء، أبناء الجد والعمومة، ربعي البنوان. العيد صلة وتواصل، وإن تباعدت المنازل فلا بد أن تكون القلوب متقاربة، والحمد لله هي متقاربة ومؤتلفة، وها هم اليوم مع بعض. مرحبا بالكل والجميع. لذا لا بد أن نجتمع كبارا وصغارا حتى تكون الصلة فعلا، وليتعلم أبناؤنا ذلك ويعتادوا عليه، ويكون هذا الأمر واجب عليهم. هذا الأمر يعرفهم بمعنى الصلة، وهي صلة الرحم والأقارب، وأنهم يعتبرون الظهر والسند، وهم عزوته. وأنواع القرابة ودرجاتها، هم أقارب الشخص إليك وأقرب من هم إليك. ولم تقتصر صلة القرابة بين الأب والأخ والأم، ولكن صلة القرابة كبيرة جدا وعميقة، لها علاقة بشجرة العائلة، وأقارب الأب والأم والأولاد والعم والخال وهكذا. عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وحكم الصلة واجبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. ويقول في الحديث الصحيح الآخر في الرحم: من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. والله يقول: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم. أجارنا الله وإياكم أن نكون ممن يقطع صلة الرحم وذي القربى، وأسأل الله أن نكون مجتمعين دوما ومتواصلين في الله وعلى ما يرضي الله. رحم الله كبارنا الذين كانوا هم القدوة، وهم أهل وحدة الرأي والشور وأهل وحدة الصف. لن نكون أفضل منهم، ولكن نتمنى أن نحذو حذوهم، ونربي أنفسنا وأبناءنا على ذلك الود والصفاء والتواصل الصادق. هذه حقيقة لا بد أن نبصر بها، ونعلم أبناءنا أنهم معنيون بذلك، وهذا الأمر حق لهم وواجب عليهم تجاه ربعهم وأبناء عمومتهم. ولا بد أن نكون قدوة حسنة في هذا الأمر، ولا بد أن نكون قدوة حسنة في هذا الأمر. وكل أمر وشان يكون فيه الاحترام والتقدير لكبارنا والتواد فيما بيننا وأبنائنا. ولأجل هذا أحببت أن أذكر نفسي وإياكم، حفظ الله الجميع، وكل عام وأنتم بألف خير وسرور، وعسانا وإياكم من عواده لا فاقدين ولا مفقودين. ضيوفنا الأعزاء، لا يفوتني في ختام هذه الكلمة إلا أن نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، وكما نسأله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن المبارك وولاة أمرنا بقيادة ملك العزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمد الله في عمره، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير الحزم والهمة، وأن يوفقهم الله إلى ما يحب ويرضى، حيث سخرهم
حيث سخرهم الله لهذه البلاد ولشعبها، فنسأل الله أن يكتب على يديهم النصر والرفعة والصلاح والعزة للإسلام والمسلمين ولهذا البلاد المبارك ولشعبها الكريم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستاهل. أما الآن مع كلمة الشيخ عوض بن سباهين البنوي يلقيها نيابة عنه ابنه المهندس فارس بن عوض بن سباهين البنوي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أتم علينا نعمة الصيام والقيام وجعل لنا في العيد فرحة وسرورا. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يسرني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا الجمع المبارك، حيث نجتمع اليوم في أجواء مليئة بالمحبة والإخاء لنحتفل بعيد الفطر السعيد، عيد الفرح والعطاء، عيد التسامح والتراحم. نسأل الله أن يديم علينا الأفراح، وأن يجعل أيامنا مليئة بالمحبة والتآلف، وأن يحفظ بلادنا، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. أهلا وسهلا بكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. ضيوفنا الكرام أيها الحفل الكريم، أما الآن وبتوالي الكلمات في هذه المناسبة، الكلمة التالية للشيخ عبد ربه بن عياد العطري البنوي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، الحمد لله الذي أتم علينا صيام رمضان وقيامه ونحن بصحة وسلامة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم العايدون الفائزون بالأجر والثواب. أما بعد، نحييكم بأجمل التحايا ونرحب بكم في هذا اللقاء في حفل عيد الفطر المبارك لقبيلة البنوان. العيد فرحة وصلة وتواصل، فالحمد لله الذي كتب لنا هذا الاجتماع مع الأحبة في ظل قيادتنا الرشيدة، الذي جعلت من هذا الوطن واحة السلام والتآخي، وكل عام وأنتم بخير. فأهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أما الآن كلمة من الشيخ الدكتور فيصل بن نويفع البنوي، فليتفضل مشكورا. عبد الرحمن بن نويفع، معذرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه. نفرح في العيد بإنجاز مهمة الصيام
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وشريعتنا التي أنزلها الله عز وجل إلينا شريعة كاملة فيها العبادة وفيها أحوال اجتماعية مرتبطة بالعبادة. يناسب في نهاية الصيام أن يفرح المسلم بإنجاز هذا العمل الجليل الذي قال الله عز وجل عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعبادة العيد التواصل. أما رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا المسلم في شهر رمضان ينشغل بالعبادة من صوم وقيام وقراءة قرآن، ثم يأتي العيد فتأتي عبادة الصلة. وما أحسن المحافل التي تيسر على الناس الصلة، يجتمعون فيها ويتواصلون ويدعو بعضهم لبعض من العائدين من الفائزين، كل عام وأنتم بخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيما يحب، وأن يجعلنا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نرحب بالجميع في هذا المحفل الكريم، ونسأل الله عز وجل أن تستمر الصلة وأن تدور الدائرة في كل عام، فنجتمع بمن حضر سالمين غانمين. طول أعماركم في طاعته ويتقبل منا ومنكم. حياكم الله ويا مرحبا ومسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أما الآن مع كلمة الدكتور فيصل بن زيدان العطري البنوي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين. أيها الأحبة، نقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في شهر رمضان، وأن يصلح الأعمال والنيات وييسر الأمور كلها، إنه على ذلك قادر سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن اجتماع القبيلة على محبة ووئام ومعايدة شيء جميل، لأن الآن نحن نعيش في حضارة فرقت الناس في المدن والأحياء، وقل أن تجد من يجتمعون إلا ما ندر. لكن عندما تأتي مناسبة ويتعارف أهل القبيلة، والقبيلة لها مكانتها، والإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى. نبي الله لوط عندما أتوه قومه قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى قبيلة تمنع، يعني كان تمنع أن يتطاولون على لوط وعلى ضيوفه، لو أن كان للوط قبيلة. فأراد الله أن لا يبعث نبيا بعد لوط إلا في أعز قومه، فبعث محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى نسب من قريش. وحصلت النبي صلى الله عليه وسلم مواقف تدل على مكانة قبيلته، حتى حوصر في الوادي صلى الله عليه وسلم فوقفت معه بنو هاشم. فالقبيلة لما كان قديما في ظروف الحياة الصعبة كانت يعني الظلم طاغي على الناس، ما كانت تحمى الأموال إلا بالقبيلة.
ويحترم الناس الآخر بقبيلته. والحمد لله نحن في نعمة الأمن ونعمة الاستقرار ونعمة رغد العيش. إذن هل تختفي القبيلة؟ لا، ستظل القبيلة قائمة في مواقفها. يعني لو حصل لأي إنسان موقف سيجد نفسه بحاجة، وأعظم من المواقف اللي هو الغرم. يحمد الله الإنسان أن له قبيلة يغرم معها، لو أتته أكبر الديات ستقف معه، أو دم أو غيره ستقف معه قبيلته. ورأينا من المواقف الكثيرة في إحدى القبائل، ولا أريد أن أذكر اسمها، موقفين أنا يعني شاهدتها بنفسي. يعني مصابين حوادث، قبيلة عالجت الشخص الأول ب400,000 وبعثته إلى ألمانيا وتعالج حتى يمشي على رجليه وأعرفه. وحصل حادث للآخر مشلول، فبعثت بها القبيلة واجتمعت ودفعت مبلغ 500,000 تقريبا. أما تحيا تلك القبيلة بشيء يعني ليست ملزمة فيه إلا النخوة والحمية الطيبة في صالح القبيلة. إذن ماذا دور الإنسان مع قبيلته؟ هو الدور الإيجابي مو السلبي. أعظم دور الإنسان في الحياة، الله عز وجل قال قولوا للناس حسنا. تعامل حتى مع غير قبيلتك بالحسنى، مع الجار، مع الصديق، مع البائع، مع المشتري، قولوا للناس حسنا. لما يكون دورك دور إيجابي مع قبيلتك، مع أسرتك، مع عائلتك، ماذا ستكون النتائج؟ تكون النتائج الوئام والمحبة والصفاء والنية. وإذا كان الدور السلبي ستكون القطيعة والفرقة والأمور الكثيرة التي لا ينبغي أن تكون في الأسر أو العوائل. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش، ويعزز تواصل مع قبيلته. ينبغي لنا أن أيضا نعزز هذه القيم في أجيالنا، في أبنائنا، يعني يحثون على محبة القبيلة، على التواصل مع القبيلة، مع أفراد القبيلة، وأن لا يذكر أحدا من القبيلة بسوء في مجلس. ترى هذه يعني من البطولات، يعني الإنسان ينصف أعدائه، فما بالك بني عمومته. ألا يذكرهم في محفل أو في مكان أو في مقر إلا بالتي أحسن، حتى ولو أساء إليك وأساء إليك لا ينبغي. لأن الرجل عندما يذكر أبناء قبيلته بالكلمة الطيبة، أيضا الوقفة معهم في حاجاتهم في ظروفهم. أتذكر يعني أحد الأخوة من البنوان يعني قام بعمل قبل يعني سنوات، أحد الأخوة مات توفي ولا نذكر الأسماء طبعا، فجمع مبلغ وقدره حتى اشترى منزل للأيتام أبناء الرجل. هذا موقف مشرف يسجل التاريخ. هذه المواقف الإنسان بعد موته تكتب آثاره، والله كتب آثار مو أفراد، كتب عاد وثمود وغيرهم من وهذه تلك ديارهم خاوية. فنحن الآن نتوارث أخبار وأشعار ومواقف لقبيلتنا، ويمكن شبان لما يجلسون يتذكرون ماض عريق. فهذه الآثار ماذا تترك أنت أثر؟ تذكر أنك يوما سترحل. هل كنت تجمع القبيلة أو تفرق؟ هل كنت أنت تفسد أو تصلح؟ لابد هذه المواقف أنك تكون أثرك طيب. فنحن في اجتماع مبارك، ونتمنى حقيقة يعني في الاجتماعات القادمة أن نكون أكثر، وناتي بأبنائنا وشبابنا يتعارفون، وتكون هناك الألفة والمحبة بين الجميع. فكل عام وأنتم بخير. ضيوفنا الكرام، أما الآن مع كلمة الشيخ بدر بن سعيد البنوي، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا ذا الجلال والإكرام. الليلة ليلة عيد وليلة فرح وليلة محبة، حينما يجتمع البنوان في منزل ذلكم التاريخ الشيخ حامد بن معيوض رحمه الله رحمة واسعة. أفكر في الكلمة، أقول أتكلم عن القرآن أم أتكلم عن الاجتماع أم أتكلم عن الألفة أم أتكلم عن المحبة، فلم أجد حقيقة، يعني قلت ما ودي أني أخرج من هذا المكان إلا جميعا أن نستذكر تاريخ الشيخ حامد بن معيوض رحمه الله رحمة واسعة. ترك قبيلة متماسكة، ترك إرث عظيم من المحبة والألفة من جماعتنا البنوان جميعا. فادعوا له بالرحمة أيها الأخوة، وادعوا له بالرحمة وأكثروا له من الدعاء. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. كان له قدم صدق في كل محافل البنوان وفي كل بنوي وفي كل بيت، فهذا فضل من الله جل وعلا أيها الإخوة أن نجتمع في هذا المكان الجميل الذي كان يطل علينا بن معيوض في العيد الثالث ويمر على الجميع واحدا واحدا ويسلم عليه ويسأل عنه ويسأل عن ظروفه ويسأل عن أهله أولاده أعمامه. الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. ثم أيها الإخوة، هذا الاجتماع من أعظم النعم التي من الله بها علينا. وتأملت القرآن الكريم يا إخوة، فوجدت أن الله جل جلاله يدعو إلى الاجتماع، يدعو إلى الألفة، يدعو إلى الاعتصام، يدعو إلى المحبة، يدعو إلى التواصي، يدعو إلى التواصل، ويذم الخلاف، ويذم الافتراق، ويذم التشرد، ويذم التنازع، ويذم التناحر، ويدعو إلى المحبة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. من الذي ألف بيننا؟ وألف بينهم إنه الله جل جلاله. فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يؤلف بيننا، وأن يجمع شملنا، وأن يوحد صفنا، وأن يجمع كلمتنا على البر والتقوى، وأن ينعاد هذا اللقاء مرات وكرات في الأعوام القادمة بإذن الله جل وعلا. لا يفوتني حقيقة إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى لمن بادر بهذه الفكرة الرائدة والجميلة، أن يكون هنالك ملتقى للبنوان في كل سنة. الحمد لله. ندعو للشيخ فهد حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، ندعو لأخوي أبو ركان والجميع الذين بذلوا وجدوا واجتهدوا إلى أن يخرج هذا اللقاء بالصورة اللائقة والمشرفة والجميلة لقبيلة البنوان. ثم أيها الإخوة، نحن في شهر شوال، ولقد دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. ومن علامة قبول رمضان أيها الإخوة هو أن يفعل المسلم الطاعة بعد الطاعة. من علامة القبول الحسنة بعد الحسنة.
الحسنة تلو الحسنة. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نصوم هذه الست وأن نبادر بإذن الله تبارك وتعالى إلى صيامها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه جل وعلا سميع قريب مجيب الدعوات. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم ومن العايدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، أما الآن مع آخر كلمات هذا الحفل كلمة الأستاذ عبد الله بن عتيق البنوي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. وأسعد الله جميعا هذه الوجوه النيرة الخيرة، وكل عام وأنتم بخير ومن العايدين. لعل الأخوة الذين تقدموا وألقوا كلمات وفوا وكفوا، ولكن نقطة على ما يقال على السطر. نشكر كل من قام على هذه البادرة الطيبة، كل من ساهم فيها، كل من دعا إليها. هذه البادرة التي ضمت كل وجوه القبيلة وكل أفراد القبيلة، فنتمنى أن تستمر، ونتمنى أن تعاد سنويا. ولعلنا ندعو في هذا الوقت ومن هذا المنبر إلى استمرار هذه البادرة. وفي الختام نقول لكم كل سنة وأنتم طيبين ومن العايدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، من باب من أحسن يقال له أحسنت، وباسم كل بنوي عندنا 4 دروع حقيقة قيمتها المعنوية من خاطر كل بنوي لمن تقدم لهم، وهم يستاهلونها ويستاهلون أكثر. وحقيقة كل من حضر وشرفنا الليلة يستحق أن يكرم، ولكن أنتم من كرمنا بوجودكم ومشاركتكم في هذه الليلة. حفظكم الله جميعا، وأدام الله أفراحنا وأفراحكم. نستأذن الشيخ فهد بن محمد الشيخ قبيلة البنوان بالحضور، الشيخ عوض بن سباهين فضلا تفضل، الشيخ عبد الرحمن بن مطلق العطري، الشيخ عبد رب عياد تفضلوا فضلا. الدروع مقدمة باسم كل بنوي، تفضلوا. أبو عبد الواحد غنيان تفضل، الله يهينك تفضل. الدكتور عبد الرحمن فضلا. أبو فهد
أبو رامي تفضل. وصيل ابن حضيض. اللهم صل على محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا هنا بعد إذنكم، ما بصير قدامكم. اعطونا مجال وراكم، اعطونا مجال وراكم. محمد صقر من هنا. تعال من هنا. اللي يعلن نجيبه. اقرا الاسماء هناك. انتبه اسمع. طالع فيه. بالله يحفون شوي بعد اذنك يا ابو عبد الواحد. خذ معك شوي. نقول مرحبا بكل من حضر، ومرحبا بكل من غاب. من غاب ما غاب إلا معه عذره ونعذره. غاب عن الحضور الليلة ولكنه موجود في قلوبنا وموجود معنا بتفاعله، وهو غير موجود الآن. وباسم قبيلة البنوان مشايخ ووجهاء وأعيان، وعلى رأسهم الشيخ فهد ومشايخ القبيلة، هناك رجل يمكن الكثير لا يعرف إيش يعمل هذا الرجل. وأنا حقيقة أقول باسم الجميع كبارا وصغارا، حضورا وغيابا. الرجل طبعا الليلة غير موجود، وهو من أبناء القبيلة البارين لجهوده حقيقة على مستوى القبيلة، وهو الأستاذ سلطان أبو الرويبح البنوي السلمي. طبعا غاب نظرا لظروفه الصحية، نسأل الله عز وجل في هذه الليلة أن يشفيه ويعافيه، ولا زالت جهوده قائمة منذ زمن، وهو الذي يعمل على برنامج جوال قبيلة البنوان، تأتيكم منها الرسائل في التواصل دائما في المناسبات. يقول باسم الجميع شكرا يا سلطان على جهودك ومجهوداتك وعملك، باسم كل بنوي شكرا. ونقدم له هدية بسيطة تذكارية متواضعة بهذه المناسبة. وعطنا الدرع حق سلطان فضلا، يستلمها نيابة عنه ابن أخيه ريان بن سعود بن جابر البنوي. تفضل يا ريان. يستاهل. بلغ سلامنا وتحياتنا وشكر القبيلة كافة له، مشايخ وأعيان ووجهاء وأفراد. خذ له الصورة وأنا معه. أيضا باسم الجميع، باسم كل بنوي كبير صغير، مشايخ وجهاء أعيان، هناك 2 دائما عملهم لصالح القبيلة كعمل الجندي المجهول، وأنا أسميه الجندي المجهول لأنه الرجل الذي يعمل بصمت ويستحق الشكر منا جميعا قولا وفعلا. 2، الأول حامد بن زراق البنوي، فليتفضل مشكورا. أبو بتال وينك؟ وينك يا أبو بتال؟ مرحبا مرحبا. نقول لأبو بتال شكرا شكرا مليار على كل مجهوداته.
لم يكن يوما يطلب من هذا الرجل طلب إلا يقول تم. وابشروا، الله يبيض وجهك. باسم المشايخ والأعيان وباسم كل فرد من أفراد قبيلة البنوان، شكرا يا حامد. يستاهل 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 أبو بتال. تستاهل أبو بتال، حفظك الله. أيضا الشكر موصول باسم الجميع، مشايخ وجهاء أعيان وأفراد، الجندي الآخر. أرحب يا حمود بن زراق، حمود بن زراق البنوي. حقيقة هذا الرجل أقول له شكرا من كل قلبي. هذا ما خدمني، هذا خدم كل البنوان في هذا اللي تشوفونه الليلة. من قبل رمضان وهو يعمل على قدم وساق. مرحبا مليون والله يا أبو، يا أبو زراق، مرحبا مرحبا، شكرا شكرا. السلام عليكم. مرحبا. تسلم. خذ صورة مع شيخنا وكم شيخنا. استاهل أبو زراق، استاهل استاهل. وآخرا وباسم الجميع حضورا وغيابا، قبيلة البنوان، مشايخ وجهاء وأعيان، باسم كل من حضر في هذا الملتقى، نشكر مكتب السمو القائم على مونتاج وما ترون من هذه الأمور في هذا المجال لهذه الليلة، ودائما وأبدا مميز. وممثلا في المهندس متعب بن بخيتان البنوي، فليتفضل مشكورا. شكرا لمجهوداته، شكرا لعمله ليل نهار لإنجاح هذا العمل. باسم الجميع، باسم مشايخ ووجهاء وأعيان وقبيلة البنوان فردا فردا، يا مرحبا يا أبو زايد، تستاهل. نعم نعم. حقيقة ليست دعاية. أبو زايد طبعا الكل يعرف أبو زايد مهندس، ومهندس في تخصصه العلمي وشهادته العلمية، هو أيضا مهندس في الإبداع والمونتاج والتخطيط لمثل هذه الأمور. وأنا أتمنى من الجميع دعم هذا المكتب، ابن القبيلة يستحق. شكرا يا أبو زايد، شكرا. ضيوفنا الأفاضل أيها الحفل الكريم، شكرا مشايخنا، شكرا، حفظكم الله وبيض وجيهكم، شكرا. الآن نبقى معكم وليلة الفرح، عيد، ولا بد أن يكون عيد متميز. عندنا مجرورة تشرفت بحروفها وتلقى على مسامعكم بمناسبة هذا العيد ترحيبا بكم، ونبي صفين هنا للمشاركة من الجميع. وبعدها تبقى الصفوف كما هي. عندنا أيضا مجرورة من كلمات الشاعر يزيد بن فالح البنوي.
بهذه المناسبة وفي هذه الليلة وبهذا الوقت إن شاء الله، وتلقى مباشرة من لسان شاعرها تملى على الصفوف. أعطنا الشيلة الأولى. كلمات الشاعر عبد العزيز محمد البنوي السلمي. من الكيف
صاحب الرقى الخيالي زهم صوت الحياة بالراعدية ولج الصوت بطنوف الجبالي وهلت من مزونة عقربية رشارش السحايب. كلمات الشاعر عبد العزيز محمد البنوي السلمي. يا لا 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 يا للوطن جيل باجي لا لا أول شيء لا 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 روح. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا روح هنا عط هنا بعدين. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لي يا لا لا بدعت قاف المشاعر والحنين عندنا بدعت قاف المشاعر والحنين هنا من خاطر جاز لعالي مستوى من خاطر جاز لعالي مستوى لحنه مشيد على طول السنين لحنه مشيد على طول السنين حاضر عسى الله يرحم من بداه حاضر عسى الله يرحم من بداه حاضر عسى الله يرحم من بداه مجرور يفرح قلوب السامعين مجرور يفرح قلوب السامعين ولا يخيب رجال اللي في حاره ولا يخيب رجال اللي في حاره مع ربعنا بالفعول مشاركين
مع ربعنا بالفعول مشاركين واللي جمعنا نعزه ونحامه واللي جمعنا نعزه ونحامه نشارك العيد ومن العايدين نشارك العيد ومن العايدين يا ربعي اللي مكاسب الغانا يا ربعي اللي مكاسب الغانا بنوان نعمي عيون الحاسدين بنوان نعمي عيون الحاسدين ومطوعين المصاعب والعصا ومطوعين المصاعب والعصا أهل المواقف وعزم مايلين أهل المواقف وعزم مايلين واللي نخانا نجي له في هواه واللي نخانا نجي له في هواه في منهج أهل المعرفة مقتدين في منهج أهل المعرفة مقتدين والصف واحد ولا نرضى سواه والصف واحد ولا نرضى سواه على سلوم الجدود الأولين على سلوم الجدود الأولين والرجل من دون ربعه وعاناه والرجل من دون ربعه وعاناه واليوم في عام 46 واليوم في عام 46 في
في محفل والتكاتف مبتغاه في محفل والتكاتف مبتغاه الله يعز الشيوخ الغانمين الله يعز الشيوخ الغانمين والقصر ثابت وعالي في بناه والقصر ثابت وعالي في بناه وحنا على دين رب العالمين حنا على دين رب العالمين سنة محمد ومن يتبع هداه سنة محمد ومن يتبع هداه سلامتكم.